اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبمناسبة الصيف والجو حر جدا، هعمل لكم حالة كده سهل وسريع. وطبعا في موسم المانجا. طريقتها سهلة وبسيطة، تابع معايا الطريقة والخطوات عشان دي أسهل طريقة وطعمة جدا وسهلة وبسيطة. معايا منجاية كده. آه، قطعتها بالشكل ده مكعبات بالطريقة ديت كلها متساوية كده قد بعضها. تمام. اتقطعت بالشكل ده. ابدا بقى ان انا احطها في طبق كده. تمام كده، اركن الطبق ده على جنب كده اجيب القالب ده او اي قالب انت حباه يعني. تمام. هدهنه بقى رشة زيت كده خفيفة كده في الصينية، واحط بقى اوزع قطع المانجا في قاع الصينية بالشكل ده. تمام كده، هركنه على جنب عشان اعمل الطريقة اللي بعد كده. معايا كيسين جيلي مانجا. تمام، فضيتهم كده، احط عليهم مية مغلية كوبايتين. تمام كده، اقلبهم كويس جدا لحد ما ادوب كل الجيلي اللي بالطريقة دي. ابدأ بان انا اصب على قطع المانجا. تمام كده، هسيبه بقى لما يبرد واحطه يجمد في التلاجة لحد ما الجيلي يمسك معايا. تمام. يكون مجهزة كيسين جيلي مانجا، وعليهم برضو كوبايتين مية مغلية، واسيبها لحد ما تبرد خالص على 4 معالق سكر. تمام كده، ادوبهم كويس جدا. تمام كده، هتركه على جنب لحد ما يبرد تماما. اكون مجهزه بقى كوبايه كريم شانتيه بودر، عليها كوبايه حليب متلجه. تمام. نخفق الكريمه حتى تتماسك كويس جدا بالشكل ده. تمام. هجيب بقى الجيل اللي احنا بردناه تبريد تماما ده، هحطه بقى على الكريم شانتيه، واخفقه كويس جدا بالمضرب ده. تمام كده، ابدا بان انا اخد الخليط ده كان الجيلي بتاعي تماسك مع قطع المانجا بالشكل ده. احط بقى الخليط ده بالطريقه دي، واحطه في التلاجة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات. تحطي بالليل تاكلي منه الصبح، تحطي الصبح تاكلي منه بالليل. المهم طريقتها سهله والشكل بتاعي كده. حطيته في شويه ميه دافيين لحد ما ما جوانب الصينية اتسلكت معايا، رحت مفضياها في طبق التقديم. شكله جامد جدا وخطير، وطعم بقى ما اقولكمش. بسم الله ما شاء الله. جربي الطريقة دي وان شاء الله مش هتندمي بإذن الله. طريقتها سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في اي بيت. تمام. ما تنسنيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة دي وتجربيها، وما تنسنيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.